عليكم. بدون دلك، بدون عجن وبدون تعب، غادي نحضر معكم ملوي بالزيتون والزعتر، من احسن والذ الطرق اللي ممكن توجدي بها الملوي لوليداتك لعائلتك للثلث ضيافه. كيجي كيحمر الوجه، كيتخرشش، هشيش بزاف ورطب ولذيذ. ما يحتاج انكم تقدموا مع شي حاجه اخرى، لان كيجي بدوازو، كيجي زوين لذيذ. ما تنساوش تخليو ليا بزاف ديال لي جيم في الفيديو ديالي، وتبارطاجيو الوصفه مع صحابكم وحبابكم، واشتركوا معايا في القناه باش يوصلكم دائما الجديد. بالنسبه للمقادير ديال العجينه ساهلين وموجودين عندنا في الدار. عندنا غير زلافه ديال الفينو، غادي نزيدوا عليها 2 زلايف ديال الفورس. غادي نزيدوا كذلك واحد راس معلقه او قريصه ديال خميره الخبز، معلقه صغيره ممسوحه ديال الملحه، وواحد المعلقه صغيره ديال خميره الحلويات، معلقه كبيره ديال السكر او العسل. وغادي نجمعوا بالماء عادي من الروبيني. غادي نبقاو نضيفوا الماء وحنا كنخلطوا بيدينا، غير كنخلطوا في الاول، كنعاودوا نزيدوا الكاس الثاني وحتى هو كنبقاو نخلطوا. كنبقاو نزيدوا شويه بشويه باش ما نجريوش العجينه كتكون شاده راسها، يعني متماسكه اولا شويه قاصحه. كنبقاو غير نخلطوا بحال هكذا. من بعد غادي نحاولوا اننا بحال هكايا نديو نجيبوا في العجينه بحال الا كندلكوها واحد شويه، يعني ما كتاخذش مجهود. هي غير خاص داك الطحين يختفي ويندمج مزيان مع المكونات الاخرى ومع الماء، ما يبقاش يبان الطحين وصافي. والعجينه كتبقى قاصحه بحال هكذا. كنديروها فواحد البلاستيكه، من بعد ما كندهنوها بواحد شويه ديال الماء. شفتوا معايا انا راه ديتها وجبتها شويه صافي. كندهنها بشويه ديال الزيت، واحد النقيطه ديال الزيت، وكنديرها في واحد البلاستيك غذائي، وكنسد عليها وكنخليها في الكوزينه. كنصاوبها في الصباح وكنخليها حتى العشيه هكايا. ملي كنبغي نوجد المليويات ديالي، عاد كنبدا انه نقطع العجينه ديالي، كنحل عليها البلاستيكه. تصوروا معايا راه كتلقاو العجينه ديالكم مطاطيه ورخوه ومجبده، يعني بحال الا عجنتوها في العجانه وبالقوام المناسب. ما تحتاجوش انكم واخا تكونوا مبتدئين، يعني ما تحتاجوش انكم تعاودوا تزيدوها الماء او تزيدوها الطحين. كتجي هي هذيك صافي. كنديوها ونجيبوها عاوتاني مره اخرى، وكناخذوا واحد الطبيصل فيه شويه ديال الزيت، كندهنوا يدينا وكندهنوا حتى البلاطو فين غادي نحطوا او لاطه، وكنبداو نقطعوا هكايا كريسات اللي كيكونوا متساويين، كيكونوا قد المشماشه، كيكونوا شويه هكايا كبيبرين. كنبقاو نقطعوا حتى كنكملوا العجينه ديالنا كامله. كنعاودوا ندهنوهم بشويه ديال الزيت، وضروري ومؤكد انكم تغطيوهم بالبلاستيك الغذائي من الفوق هكا باش ما يتنشفش العجينه، ونخليوهم يرتاحوا واحد 5 حتى 10 ديال الدقائق. بالنسبه للحشوه، غادي نحتاجوا الزيتون الاسود اللي حيدتلو العلف ديالو ودوزتو في الهاشوار، اولا كنقطعوه غير بالموس تقطعي مربعات صغيورين. وهنا عندي واحد المعلقه كبيره ديال الزعتر اللي نقيته من الحجر ومن هذاك العويدات اللي كيكونوا فيه، وصهدت واحد شويه في مقله سخونه وحكيته مزيان بين يديا اولا طحنوه. وكنزيدوا على داك الزيتون الاسود اللي قطعناه اولا اللي درنا في الهاشوار حتى ولا قطع صغيره جدا، وكنخلطوا هاد المكونات بجوج مع بعض. هنايا كنختاروا شي نوعيه زوينه ديال الزيتون باش كتجينا بني اللي كتعجبنا ناكلوها هكايا. كتجي زوينه في هاد المسمن، في هاد الملوي هذا كتجي ممتازه جدا. يعني هاد الوصفه الا جربتوها ما غتندموش عليها نهائيا. ندوزو دابا العجينه ديالنا بعد ما كتكون ارتاحت وترخفات لينا. ناخذ الكويره الاولى كندهنوا سطح العمل بشويه ديال الزيت، من بعد كنبقاو نسرحوا في هذيك الكويره وحنا كنقلبوا فيها. كنسرحوا غير باطراف الاصابع باش ما تقطعش العجينه. كنبقاو غاديين معاها حتى كنورقوها تتولي شفافه. مره كنهزوها هكا كنقلبوها وكنعاودوا نورقوا. كنديروا شويه ديال الزيت ضروري فوق سطح العمل باش ما تلصقش لينا العجينه. وكنبقاو هكا نسرحوا فيها حتى كنحصلوا على واحد العجينه اللي كتكون رقيقه وشفافه حتى كيبان لينا سطح العمل. من بعد كنجيبوا الزبده. هنايا غنجيبوا الزبده اللي كتكون بوماد على درجه حراره المطبخ. كندهنوا واحد الكميه فوق من العجين، كندهنوها بالكامل مزيان. من بعد كنجيبوا شويه ديال الفينو وتنرشوا به حتى هو. كنديروا واحد الرشيشه خفيفه ديال الفينو. كنعاودوا ندوزو يدينا بحال هكذا وكنطنيو بهذه الطريقه هذه. تنجيبوا الطرف الاول الطرف الثاني كيوليو عندنا 2 اشرطه في الوسط. عاد كنعاودوا ندهنوا بشويه ديال الزبده وتنعاودوا نرشوا بشويه ديال الفينو. هني كنستعملوا اي زبده كتعجبكم، يعني زبده اللي كتكون مرخوفه ديال الاكل اولا الزبده ديال العلبه. من بعد كنتنيو عاوتاني الشريط بهذه الطريقه هذه وكنبسطو مزيان بيدينا. يعني هاد المراحل مهمين ديروهم باش تصدق لكم الملوي ديالكم كيف شفتوه معايا في الفيديو. مني كيطيب كيجي محلول وورقه على خطها. كنحلوه مزيان بهذا الشكل. كنعاودوا ندهنوه بشويه ديال الزبده
وكنرشو واحد الرشيشه خفيفه ديال الفينو، وكنحلو هكايا الشريط مزيان بيدينا من الوسط ومن الجوانب، وكنسرحوه مزيان ما تخليوهش غليظ. عاد دابا كنجيبو ديك الحشوه اللي وجدنا، ديك الزيتون مع الزعتر، وكناخدو كميه من الخليط وكندردروه فوق من الشريط ديالنا بهذه الطريقه هذه. يعني بالنسبه للكميه ما تكتروش وما تكونش قليله، باش كيجي لكم الملوي ديالكم بنين وكيجي فيه العماره، وفي نفس الوقت ماشي مبالغ فيها، كتغطي على الطبقات ديال العجينه ملي كتورق. شوفوا معايا دابا طريقه اللف، غير كنطويو، كنبقاو شادين هكايا وكنطويو حتى كنوصلوا للطرف ديال الشريط. هاد الطريقه ديال الطي مهمه، هذه هي اللي كتخلي الملوي كيجي محلول من الداخل ورقه على اختها، وكيتنفخ حتى في الطياب. صافي، ودوك الاشرطه بجوج دوك القنيتات كندخلوهم هكايا في الجوانب وكنضغطوا وكنحطوه على جنب. كنعاودو عاوتاني نسرحو وحده اخرى بالزيت، وكندهنو كميه من الزبده اللي كتكون مرخوفه، وكنرشو عاوتاني واحد الكميه من الفينو، وكنطويو بنفس الطريقه اللي وريتكم في الاول. باش ما يجيكمش الفيديو ممل فانا اختصرت لكم الطريقه. كنعاودو عاوتاني ندهنوها في هذه المرحله قبل ما نوضعوا الحشوه بشويه ديال الزبده، وكنعاودو نديرو شويه الفينو وتنديروه من هذيك الحشوه ديالنا. كنبقاو غاديين بحال هكذا حتى كنساليو. كنصحكم تكثروا من الكميه ديال الزيتون باش يكفيكم العجين كامل اللي وجدتو، لان هذا الملوي متاكده ما غاديش يبقى يخطاكم، كيجي بنين بزاف وغيبقاو ديما يطلبوه لكم وليداتكم وحتى موالين الدار. هنايا صافي كنبقاو نطويو حتى كنوصلوا للشريط في الاخر، وكندخلوا هذوك القنيتات صافي وكنحطوها وكنخليوها. ما تضغطوش عليها، خليوها حتى كتساليو الملوي كامل. عاد كدوزوا لاول وحده عمرتوها وكتسرحوها بيديكم. شوفوا ملي كتبداو تسرحوا فيها ما كتخرجش الحشوه نهائيا، كتبقى الداخل وكيبان انه مقاد مزيان. يعني ماشي ملي كنبداو هكايا نسرحوا في العجينه كتبقى تخرج لينا الحشوه من الجناب ومن الوسط. صافي كنسخنوا المقله ديالنا مزيان فوق النار، المقله خاصه بالمسمن والبطبوط. المقله الثقيله كنرشوها بالقليل من الزيت وكنحطوا فيها الملويه الاولى، كنحطوها غير وكنحطوا كنعاودوا نرشوها بالقليل من الزيت من الوجه ديالها وتنقلبوا مباشره لان المقلاة ساخنه. وهنايا انا حاطه المقلاة فوق فرن متوسط. كنبقاو نقلبوا انايا زربت لكم المراحل حتى كتحمر من الجهتين وكتبدا تنفخ. هي راه الراسه كتبدا تنفخ، كنضغطوا عليها بحال هكا شويه غير في هذوك الجوانب اللي ما كيكونوش وصلاتهم العافيه باش كيتحمر كلشي. صافي وكتنفخ كامله، وتا داك الهواء تيدخل ليها كلها لداخل، كتجي محلوله من الداخل. مفشفش هذا الملوي ومقرمش لانه كيطيب على المهل ديالو وكيطيب على حقو طراقو، وحتى طريقه الطي اللي درنا ممتازه جدا. كنحيدوها من المقله مباشره، كنخليها شويه وكنفضوها بحال كذا، كنضربوها مع الجناب باش كيبان داك الفيطاج ديالها، داك التوريق كيبان مزيان من الداخل. وكنحطو هكايا في طبق ديال التقديم ولا فوق شي منديل نقي. انا راه باقا سخونه ما قدرت كاع انني نحلها لكم. المهم راه كتجي خفيفه مقرمشه، يعني تاكليها دابا من المقله واحد الكاس ديال اتاي وتاكليها كتجي لذيذه بزاف. هاد المليويات هادو كنبقاو مستمرين حتى كنساليو الكميه كامله اللي وجدنا. هاد الكميه ديال العجين اللي عطيتكم راه كتعطي واحد الكميه اللي هي كثيره. كيمكن لكم الا بغيتو تقسموا ديروا نص معمر ونص خاوي، نفس الطريقه ديال التوريق كيجي بها ممتاز، كيجي محلول وخاوي من الداخل. اولا ديروه كله عامر بهاد الحشوه. هي الا كنتو غديروه كامل معمر بهاد الحشوه فضاعفوا الكميه ديال الحشوه باش تكفيكم الكميه ديال العجين كلها، لانه كيجي لذيذ صراحه. تتحتفظوا به حتى في المجمد هكايا ملي كتبغيو كتعاودوا تسخنوه راه كيرجع بحال الا يلاه طيبتيه، كيتقرمش وكيجي مورق وخفيف بحال الا عاد حطيتيه من المقله يلاه طيبتيه. كنتمنى انكم تجربوا الوصفه، كتجي ممتازه ولذيذه، وشاركوها مع صحابكم وحبابكم. الطريقه ديال هذا الملوي هذا كيجي بوحدو خفيف وهشيش ولذيذ بزاف. كنتمنى انكم تجربوا الوصفه وتبارطاجيو مع صحابكم وحبابكم وتخليو لي لي جيم ديالكم وتشتركوا معايا في القناه باش يوصلكم دائما الجديد اللي غادي نحط لكم نتوما الاولين. شكرا لكم بزاف على حسن المتابعه.
هذا هو الشكل النهائي ديال الملوي ديالي كيف كيجي. صافي كنبقى هكا مستمره كنطيبو حتى كنسالي كامل الكميه اللي عندي. وكيف قلت لكم غير كنحطوا الملويه باش تنفخ لكم في المقله، فغير كتحطوها كترشوها بشويه ديال الزيت وكتعاودوا تقلبوها، وهكذا كتبقاو تقلبوا فيه تقلبوا حتى كيبدا يتنفخ ويتحمر من الجهتين. شكرا لكم بزاف على حسن المتابعه، نتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله. وهذا هو الشكل النهائي ديال الملويات ديالنا، يجيو خفاف وهشاش ورطبين بزاف ومقرمشين. كنتمنى انكم تجربوهم.